لو قلت لك انك ممكن تتعلم الاداره الحديثه من سيره اعظم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش بتكلم عن قيم، مش بتكلم عن اخلاق، هل تصدقني؟ بكلمك عن بروجكت مانجر. بروجكت مانجر قدر يدير اعظم مشروع في الدنيا، قدر يخطط لكل تفصيله جوه المشروع دون، قدر يتعامل مع الستيك هولدرز، قدر يتعامل مع الكرايسيس، قدر يتعامل مع الريسك مانجمنت، قدر يتعامل مع كل جوانب الاداره الحديثه. واحده من الاسئله اللي وقفنا قدامها، طيب لو احنا عايزين نحل الهجره ولكن بعين الاداره، تفتكروا المفروض نبدا منين؟ بيعه العقبه الاولى، هل هو ده مجرد حدث طبيعي كجزء من الاحداث اللي جوه السيره النبويه؟ هنشوف في الميتنج دون ستيك هولدر اناليسيس حقيقي عمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه بنسميه اعظم مشروع في التاريخ؟ مشروع الهجره كان نقطه تحول محوريه في تاريخ البشريه كله، بدا بفكره، بدأ بكرايسيس، بدأ بأزمة وكان لازم يطلع ليها حل، وبعد كده بدأ يتخطط لكل تفصيلة عشان نطلع من الأزمة دي، عشان أخرج من الأزمة دي، وانتهى بأعظم دولة طلعت على وجه الأرض. السلسلة دي مش مجرد حدوتة، مش حكاية تقليدية نهائي. السلسلة دي ما هياش بودكاست ديني، مش هنتكلم في الدين لأن احنا أبعد ما نكون عن الكلام في الدين، احنا هنحل الدنيا كلها من الإدارة. احنا مش بنتكلم عن كورس أكاديمي بندردش فيه مع بعض، لا نهائي. دي رحلة بعيون الإدارة، بنظرة إنسانية هنتعلم فيها ونحلل فيها كل موقف من أول لحظة لآخر لحظة. مش بنتكلم على انتقال جغرافي من إلى، ولكن بنتكلم عن رؤية، بنتكلم عن تحليل، بنتكلم عن فكر إداري كان متطبق بالفعل من أكتر من 1400 سنة. الإدارة هنا ما هيش تنظير، مش بنتكلم عن كلام كتب، مش بنتكلم عن إدارة موجودة في ميتنج رومز جوه تكييفات، لا نهائي. رحلة الهجرة كانت تعامل مع موقف حياة أو موت. أول تشينج امباسادور في الإسلام مصعب ابن عمير اتحرك مع ال 12 اللي كانوا في بيعة العقبة الأولى، وراح عاش لمدة سنة في يثرب. بيعمل إيه؟ كان بيعمل سوفت أويرنس كامبين، كان بيعمل كالتشر ترانسفورميشن، كان بيبني وورد اوف ماوث عن الإسلام. اجتمع مجلس إدارة مكة وكان قرارهم واضح، اغتيال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نزل الأمر بوحي من الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالخروج منين؟ من مكة. رايح فين؟ رايح المدينة. الكلام دون لازم يتعمل خلال قد إيه؟ أقل من 24 ساعة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لازم يكون حاطط الخطة بتاعته ونقلها من البلاننج ستيج إلى الإكسكيوشن ستيج. لدخول المدينة سيليبريشن بيحصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستقبال شعبي. هنشوف مراحل المشروع كلها: initiation, planning, execution, motor and control، وهنشوف الكلوجر والسليبريشن بتاع الكلوجر كان ماشي ازاي واتعمل ازاي. هنشوف ريسك مانجمنت على الارض، مش بنتكلم عن ريسك مانجمنت جوه ميتنج رومز، هنتكلم عن استراتيجيك بلاننج حقيقي واناليسيس حقيقيه للواقع اللي بيتم في الحدث دون، وازاي الدنيا بتتحرك وهو بيتحرك معاها صلى الله عليه وسلم. هنتكلم على الافكتيف كوميونيكيشن ما بين كل الريسورسز اللي كانت بتتعاون وشغاله وبتتشارك جوه الايفنت الرائع دون. هنتكلم عن الليدرشيب، ومش اي ليدرشيب، احنا بنتكلم عن ليدرشيب جوه ازمه، جوه موقف. مش بنتكلم عن ليدرشيب هو قاعد في المكتب بتاعه ومع الاسيستنتس بتوعه بنحلل سيتويشن، لا ده احنا بنتكلم على ليدر واقف جوه الموقف وازاي قادر يتعامل جوه الموقف، ازاي في مرونه ذهنيه، ازاي في مانيبيوليشن بالاحداث. كل حلقه هنحكي فيها مرحله، هنحكي فيها موقف، وهناخد الموقف دون من وجهة نظر الإدارة. تعالوا نبسطه من ناحية الإدارة، هو ده اسمه إيه؟ بمفاهيم الإدارة الحديثة اللي إحنا عايشينها النهاردة، بألفاظ الإدارة الحديثة، بالترمينولوجي بتاعت الإدارة الحديثة اللي إحنا بنتكلم عنها النهاردة، عشان نشوف الرحلة كاملة ولكن بعين مختلفة، عين عن اللي إحنا كنا متعودين عليها. معظمنا، مش بس معظمنا، ده كلنا حافظ خطوات الرحلة كاملة، قدر يدرس الرحلة دي من وهو صغير لغاية النهاردة، وكل سنة بنراجعها في حلقات مختلفة وبرامج مختلفة، ولكن النهاردة عايزين نتفرج عليها بعين مختلفة، عين إدارة. تعالوا نبص على الإدارة اتطبقت إزاي على الأرض، الإدارة اتطبقت إزاي كواقع فعلي، مش تنظير ومش كلام كتب. عايزين نشوف الهجرة ولكن بعين نتعلم منها ازاي ندير حياتنا، ازاي نفكر في حياتنا، ازاي ندير كل المخاطر وكل الاحداث وكل التصرفات اللي بتحصل حوالينا. نيتنا بسيطة جدا،
نيتنا ازاي نستفيد، ازاي نفيد، ازاي نتعلم، ازاي نعلم، والاهم ازاي نسيب اثر فينا كلنا، اثر يخلي طريقه رؤيتنا للحياه وطريقه ادارتنا تختلف. نقدر نوصل لنجاحات اكبر بكتير بان احنا نفهم وندرس ونعرف يعني ايه الاداره. رحله الهجره ما بين مكه والمدينه، ولكن بعيون الاداره.